مفاجأة بشأن لاعبي نادي الزمالك العائدين من الإعارة وموقف قيدهم في قائمة نادي الزمالك الأولى. تقارير إعلامية صادرة اليوم كشفت وتحدثت عن موقف اللاعبين العائدين من الإعارة إلى نادي الزمالك، حيث أكدت تلك التقارير الإعلامية أن الرباعي محمود علاء وحمدي علاء ويوسف أوباما وأحمد زكي سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قائمة نادي الزمالك وبدون أي مشاكل. وأشارت تلك التقارير أيضا أن اللاعب أحمد عيد عقده لم يتم توثيقه والذي كان مع القلعة البيضاء، ولا يوجد للاعب عقد أيضا مع نادي إنبي، فبالتالي من أجل قيده في قائمة الزمالك لابد من توثيق عقده القديم أولا. وشددت التقارير الإعلامية أيضا أن اللاعب أحمد أيمن منصور هو أيضا لن يتم قيده إلا في حالة حل أزمة إيقاف القيد للفارس الأبيض. وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في أول مواجهات مشوار الزمالك في البطولة العربية. الزمالك بيستعد حاليا لمباراة الشباب السعودي الاثنين القادم. كل التوفيق لنادي الزمالك خلال هذه البطولة.